يا دكتور، لو في وسط الدايت كده نفسي هفتني على حاجة حلوة، اعمل ايه بقى؟ اكل وابوظ وافرح ولا امسك نفسي واتعكنن؟ وماله يا حبيبتي، نفرح طبعا. جسمك محتاج يفرح، جسمك محتاج دوبامين، عشان كده خلق الحالة دي. عايزاكي تطلعي بسرعة بره الصراع ده اللي هو ابوظ وافرح ولا اتحكم واتعكنن، لانه اكيد النهاية هتكون لصالح البوظان. هنعمل اللي انت بتقوليه ده بس بتاكتكس كده معينة وبذكاء علشان ننبسط باقل الاضرار. اول حاجه هنهتم بالكواليتي، يعني الحاجات اللي انت بتحبيها هتجيب منها كميات صغيره باعلى جوده واغلى حاجه، علشان حتى وانت بتاكلي ما تحفيش كتير. الحاجه التانيه هنعمل ده بتخطيط مسبق، يعني عارفه النهارده يومي صعب، مفيش مانع وانا نازله من البيت يبقى معايا دارك شوكليت من الغاليه قوي قوي دي. اهم حاجه لما تيجي تعملي الكلام ده تاخدي بالك من 3 نقط. اوعى يكون في الصبح، لان كل ما نبدا الصبح بسكر عالي اليوم كله بيبوظ. اللي في وسط النهار احسن. اوعى يكون على معده خاليه،